أما بالنسبة لتصريح معالي الوزير الإماراتي الذي قال كفى دعما للإرهاب أو كفى تمويلا، نحن لا نقول له إلا كفى افتراء على دولة قطر، وكفى إطلاق لهذه الأكاذيب عن دولة قطر وتشويه سمعة دولة قطر، بل وتشويه الحضارة الإسلامية وسمعة الحضارة الإسلامية لدى الغرب، وكفى إيواء لمجرمي الحرب العراقية، وكفى تبني للميليشيات الخارجة عن القانون. فإذا كنا سنبدأ مجاراة كلمة كفى فكفى كثيرة ستكون، ولكن نحن لا نريد الخوض في هذه المسألة. فقط أريد أن أعقب على ما ذكره زميلي سيد زقمر بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب والمشاكل التي تخص تمويل الإرهاب وقضايا تمويل الإرهاب في المنطقة. دولة قطر ملتزمة التزاما تاما بكافة المواثيق الدولية في هذا الشأن، وهي عضو فعال في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت كثيرا من الجهود والإصلاحات لتجنب ومعالجة هذه الظاهرة التي في المنطقة كافة. وطبعا بالنسبة لدولة قطر تأخذ مسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب على محمل الجد، وهي مسألة أمن قومي مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة لأمن المنطقة. ولكن ما تم صياغته في هيئة مقاطعة أو محاصرة لدولة قطر واتخاذ إجراءات غير قانونية ضد دولة قطر تحت شعار مكافحة الإرهاب، إنما هي إجراءات مغلوطة فقط وضعوها في هذا الإطار لتسويقها دوليا بأنها ستلقى تعاطف دولي بأن هذه الإجراءات لمكافحة الإرهاب، بينما الالتزامات التي تقوم بها دولة قطر في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب تتجاوز دول كثيرة من دول الحصار بمراحل. ودولة قطر في التقارير ذات المصداقية والتقارير المعول عليها دوليا معروف ما هو دورها في مكافحة هذه الظاهرة، ومعروف ما هي الجهود التي تقوم بها هذه الظاهرة. معالي الوزير زقمر تحدث معي عن الآليات الدولية وغيرها، وكافة هذه الآليات الدولية قطر إما شريكة فيها أو ترحب في الدخول في شراكة فيها، لأن بالنسبة لنا مسألة معالجة ظاهرة مكافحة الإرهاب في المنطقة هي مسألة أولوية أمن قومي، وكذلك الجهود التي تقوم فيها دولة قطر استراتيجيا لمكافحة الإرهاب مؤمنين أنها جهود ستلقي بثمارها في مستقبل المنطقة وتؤثر بشكل واضح على مستقبل المنطقة. عندما تقوم دولة قطر بتوفير 300,000 وظيفة في منطقة شمال أفريقيا فهي تكافح الإرهاب وتكافح اليأس الذي يحيط بالشباب. عندما توفر التعليم ل7 مليون طفل في 42 دولة معناها أنها تستبدل السلاح بالقلم وتعلم وتسلح هؤلاء الأطفال لعدم التعرض للتنظيمات المتطرفة ولا لا يجتذبوا لها. معظم الأطفال في مخيمات اللجوء يتلقون تعليمهم من مؤسسات تقوم دولة قطر بدعمها وتبنيها. فمسألة مكافحة الإرهاب لا تكون فقط بالسلاح، وإنما بتسليح الشباب بالعمل وتمكينهم اقتصاديا وتسليح الأطفال بالتعليم. ويجب أن توضع مسألة الإرهاب في سياقها الصحيح، بأن الإرهاب هو استخدام العنف ضد المدنيين لتغيير الواقع، وليس الإرهاب هو اختلاف الآراء وتسمية المضادين السياسيين كإرهابيين.